الله أكبر. فالعدل أساس الملك، فالعدل أساس الملك. لذلك من صور الظلم أيضا أن تعزل موظفا بغير سبب، أن تعزل موظفا بغير سبب، وأن توظف رجلا تعرفه محاباة وليس أهلا لهذا المنصب. اليوم كثرني هذا الأمر. أنا العبد الفقير الحقير بين يدي الله تعالى لا أملك إلا هذا المنبر أقول عليه كلمة الحق، لا أملك إلا هذا المنبر. هذا العزل العشوائي للموظفين ليس له أساس، ليس له صحة، لا يجوز، لا يجوز. الدنيا جاية على رمضان. هذا الموظف اللي عزلته عنده مرة و5 أولاد، من أين يأتي بالمال؟ من أين يأتي بالرزق؟ من أين يأتي بالطعام لمرته وأولاده؟ أول كنت حسبه عم بحكي عشوائيات، عم تجيني اتصالات، عم يتصلوا فيني بعض الإخوة، عم يستنجدوا، وعم أقول لهم والله يا أخي أنا على المنبر ما أملك إلا هذا المنبر، وأسأل الله أن يجعلني من الصادقين. هذا الرجل اللي عزلناه، إن كان موظف، إن كان خطيب، يعني أحد خطباء المساجد الذين أعرفهم صار له 7 سنين في مسجده عم يخطب ما في أحسن من هيك. بيجي بعض الأخوة بيقول له هذا الجامع أنا كنت أخطب فيه، من بعد إذنك اعمل حسابك بدك تترك المسجد. ليه يا أخي؟ ليه؟ أعطيني سبب. قال له أنا كنت خطيب هذا المسجد. طيب أنت تركت المسجد ورحت بسبب بغير، معلش الله يعينك، بس أنا كنت مرابط هنا، عم قوم بعملي، عم صلي بالمسجد، عم بخطب بالناس. هيك الشغلة عشوائية ما بيصح يا أخي. أنا اتصلت فيني أختي البارحة على صفحة الفيسبوك، العبد الفقير ابني الله يرضى عليه وأحد إخواننا هو القائم على الصفحة، فعم يبعثوا له، والأمر كما تعلمون بالآلاف، لكن في مسائل تلفت النظر. قالت لي أنا موظفة أرملة عندي 4 أولاد، بيجيني كتاب إنه آخر الشهر. طيب وين بدها تروح بحالها المرأة؟ هي إذا شريفة بدها تموت من الجوع، هي إذا شريفة بدها تموت من الجوع. حدثني طبيب كان يقيم في المخيم، لما ضربوا المخيم ضرب الله قلوبهم، لعنهم الله، أهلكهم الله، أذلهم الله. لما قصفوا المخيم وطلعوا أهلا منا لم تجد مأوى، لم تجد مأوى، فنامت بالحديقة هي وبنتين. في امرأة أنثى بتنام بالحديقة يا جماعة؟ والله نامت بالحديقة. جاي لعند الطبيب تتعالج، لقاها الطبيب على أحسن حال، قال لها الحمد لله، معناها إن شاء الله إنه جاها عريس أو تزوجت بنتها أو شيء من ذلك. قالت لا والله يا دكتور كنا عم نروح اغتصاب صرنا نروح برضاطنا. هيك يعني؟ هيك؟ أقسم بالله أي موظف أو موظفة يعزل ظلما عن وظيفته ثم يذهب إلى الحرام، فهذا بصحيفة من عزله، وهذا بصحيفة من أوقف عنه الراتب وأوقف عنه العمل وأوقفه عن العمل. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام اتبعه فقراء الناس الدرويش، اجوا قوم قالوا له أنا اتبعك أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. شو قال لهم سيدنا نوح؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. بكرة بيشكوني لله، أنا ما بطردهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. لا يجوز تسريح موظف ظلما، ولا يجوز توظيف من ليس أهلا محاباة. في خبرات، في نوافذ. اقترحت عليكم الجمعة الماضية تنقلوا هذا الكلام، أن يقام في كل وزارة مكتب لاستقبال المتخصصين، وزارة اقتصاد،
نفط، عدل، بيئة إلى غير ذلك. أنا عندي خبرة معينة، بروح بطرح خبراتي، أنا بعرفهم على نفسي، أنا فلان هيك 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 القصة، حتى يجدوا لي المكان المناسب. أحسن ما بكرة وينك أحمل حالي أطلع برات البلد، تستفيد مني أمريكا وأوروبا ودول الخليج، وبلدي يئن تحت وطأة مجموعة من الجهال. بدنا نستثمر كل هالطاقات، بدنا نستثمر أولاد بلدنا، بدنا نرجع أولاد بلدنا. لك ما عم تحكوا عن عمار البلد، شلون بدنا نعمرها؟ بدنا كل هالخبرات تجي لهالبلد وترجع تعمر البلد، ويدا بيد مع الحاكم، مع الرئيس الله يجزيه الخير، مع إخواننا المجاهدين والمرابطين. نحن كنا مرابطين. نحن لما وقفنا على الحواجز كل 3 ساعات سوا، كانوا إخواننا قاعدين في بلادهم حيث كانوا، ما عم بنتقص منهم، لكن نحن وإياكم سواء بسواء. نحن كنا عم ندور على أنينة الغاز دوارة، نحن كنا ما عم نلاقي ربطة الخبز. أنا يا مواقف، مرة جماعة المغرب والعشاء أنا بالسيارة قاعد حاجز. فنحن وإياكم سواء بسواء يا أخي. أجر الرباط لا يقل عن أجر الجهاد. قال له سيدنا نوح: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يا قومي أو ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.